في المكان ده الصمت مش أمان، وصوتك مش حق، والكلمة الوحيدة بس كفيلة تفضحك وتخليك فريسة وتخلي الوحش يبدأ الصيد. إيفلين كانت بتجري ناحية الباب والوحش كان الناحية التانية، وطبعا هي ما كانتش عارفة تتنفس لأن هي كانت خلاص على وشك الولادة وعمالة تكتم في نفسها وصوتها علشان خاطر الوحش بيحس بيها. جرس الإنذار اشتغل والوحش جري. طلعت تجري إيفلين، بس لسوء حظها إن كان في واحد تاني داخل عليها. استخبت، وهنا خلاص كانت بتولد. هنا كان جوزها شايفها من بعيد واقف مش عارف يعمل لها ايه، وعايز يروح الناحية التانية اهو. هنا جوزها كان واقف. هنا قال له ابنه ما تخافش، ومسك الكشاف وكان بيتكلموا مع بعض بالإشارات لأن ما كانش ينفع يعمل صوت. هنا طلع جري الولد. هنا إيفلين دخلت الحمام وكانت خلاص جالها الولادة. هنا الوحش هنا حست بيه. هنا ولع الصاروخ وعمل صوت. هنا كان ليها حظ حلو جدا جدا ان هي صوتت وهو ما سمعش صوتها. هنا الصواريخ ابتدت تضرب اهي. هنا بنتها قامت جريت على البيت وكانت خايفة. هنا جوزها دخل لقى في بقع دم على السلم. طلع واحدة واحدة وهو طالع كان مع البندقية. وهنا شاف في البانيو وافتكر ان مراته الوحش كلها خلاص. هنا كان زعلان جدا، فجأة لقى ايد ناحية الدش. اتبسط جدا لما شافهم وشاف ابنهم. هنا اهو. هنا هيبتدوا يستخبوا. خدها وراحوا لمكان تاني عشان محدش يعرف فيه اي حاجة. حط الاكسجين على ابنه عشان لما يجي يعيط ما يعملش صوت. هنا حس بين الوحش جاي، راح دخل بسرعة وحط الولد في الصندوق وقفل عليه عشان عياطه يبقى قليل جدا. هنا كان بيطمن عليها. هنا كانوا قلقانين جدا على الولد والبنت على عيالهم، وقال لها ما تقلقيش. هنا بنتهم اهي وهي ماشية لقت نور. في حاجة كانت وراها كانت بتقرب منها خالص. يا ترى ايه اللي هيحصل؟ هنشوف اهي. هنا السماعة بتاعتها صفرت جامد، والوحش طبعا ما استحملش الصوت ده. راح طبعا مهم. جري بسرعة وهي كمان ما استحملتش الصوت. بس كان ده السر اللي بيخلي الوحش يهرب طبعا اهي. هنا راحت كملت لقت كشاف، لقت ايد سحبتها اتسرعت اخوها. قعدوا حضنوا في بعض وكانوا مبسوطين جدا. هنا قال لها تعالي. كان برضو بيتكلموا بالمشاورة لان ما كانش ينفع يعملوا صوت خالص. هنا كانوا خايفين جدا. هنا ايفلين برضو كانت زعلانة جدا على عيالها وكانت نفسها تشوفهم، مش عارفة ايه اللي حصل لهم بره. هنا ابتدى طلع جوزها ومشي واحدة واحدة وقفل عليهم تاني. طبعا هو ما شافش ان في الماسورة اتكسرت وغرقت الدنيا. هو ما كانش واخد باله خالص. طلع يمشي بالراحة. هنا كانوا قاعدين فوق في مكان بعيد. مهم. هنا هو كان ماشي جنب الخضرة. هنا كانت المية طبعا عمالة بتنقط. صحيت طبعا مخضوضة، لقيت الدنيا كلها مية والصندوق مفتوح اهي. هنا بتبتدي تنزل واحدة واحدة عشان تشوف ابنها، بس الوحش كان موجود وهي كانت خايفة تتنفس. مهم. كانت قلقانة جدا. وهنا مهم. هي بتبتدي تقرب واحدة واحدة، بس طبعا ما ينفعش تعمل صوت. هنا الوحش نزل تحت المية اهو. بس قربت لقيت الولد نايم وكويس ان هو ما عيطش طبعا. شالته. هنا كان الوحش قريب منه، كانت ثابته برضو.
وهنا خلاص هنشوف ايه اللي هيحصل معاهم. يا ترى ايه اللي هيجرى. هنا البنت كانت بتقول له يلا نروح، مش هينفع. هنا قال لها استني، بابا هيجيلنا، ما ينفعش ان احنا نعمل صوت خالص. هنا كانت بتتخانق معاه، راح وقع، والصوت طبعا صوت جامد. هنا الوحش سمع الصوت، طلع جري. هنا خدت نفسها. الولد طبعا وقع في حفرة، والحفرة دي كانت الرملة اللي كانت فيها دي كانت بتسحب لتحت. هنا أخته شافته وراحت واقعة هي كمان عشان تساعد أخوها. قعدت تشد فيه، وطبعا أنا عرفت إن الصوت ده الوحش هيجيلهم. هنا الأب حصل اتأكد إن هما في خطر. هما طبعا كانوا مرعوبين جدا وكانوا بيشوفوا. الوحش جالهم، بس طبعا الصوت بتاع السماعة طلع تاني، كان في صوت عالي قوي، هو مستحملهوش ومشي. هنا شافوا اهو باباهم وكانوا مبسوطين جدا، جريوا عليهم. هنا البنت ايفلين طبعا كانت شايفاهم في الكاميرا اهو. هنا قال لهم يلا نجري بسرعة. هنا الراجل كان واقف، ما كانش يعرف النصيبة اللي فوقيه طبعا. هنا اتنطر لبعيد. الولد صرخ، الوحش طبعا هيجري عليهم اهو. طبعا هي الصوت اهي، هنشوف ايه اللي هيجرى معاها. هنا كتمت الصوت خالص، ودي طبعا نصيبة سودا، لان الصوت ده هو اللي كان بيخليه يمشي. هنا اهو طبعا هنشوف اللي هيحصل. كسر عليهم الازاز، العربية اهي. هنا الراجل هيقوم وقرر ان هو ينقذ اولاده اهو. هنا طبعا قعد يشاور لبنته بالاشارات ان هو بيحبها، وكان خايف عليهم جدا. قعد يعمل صوت عشان الوحش يجيله، لحد ما هو خلص عليه. باباها طبعا مات، وكانت البنت في انهيار. هنا رجعوا تاني على البيت، وطبعا ايفلين طبعا كانت شايفة اللي حصل. جريت عليهم، وكان معاها البندقية اهي. الوحش جاي لهم بسرعة، يلا مش لسه هنسلم. هنا اهي شافوا اخوهم الصغير طبعا وكانوا مبسوطين بيه. هنا ده الجهاز اللي كان بابا كان بيركبه لها. كانت هنا طبعا فاكرة بابا ما تعيط. هنا الوحش جالها. هنا ايفلين طبعا قررت ان هي تدافع عن عيالها اهو. الصوت طبعا هنشوف ايه اللي هيحصل. هنا ابتدى بقه يتفتح. هنا ايفل رجعت تاني وفهمت طبعا ان الصوت ده هو اللي كان بيمشي الوحش. وهنا علت الصوت قوي اهو. هو طبعا ما استحملش من الصوت خالص. وعرفت كل حاجة باباها كان بيعملها عشان الجهاز ده عشان تسمع، وده كان السر. هنا قررت طبعا تنتقم طبعا لباباها. هنا اهو علت الصوت اكتر. قعد طبعا يخبط في كل حاجة. هنا الأم اهي عرفت ان هو الصوت ده. بنتها طبعا مش مستحملة، حطيته جنب السماعة عشان يبقى الصوت أعلى وأعلى أضعاف طبعا. هنا طبعا ما استحملش، هنا دماغه اتفتحت. هنشوف طبعا ايفلين طبعا هتعمل ايه. هنا جابت البندقية اهي وموتته، وكانت مبسوطة جدا. وهنا التانيين جايين طبعا عليهم عشان سمعوا الصوت. هنا علت الصوت قوي كمان. وهنا الأم كانت فرحانة جدا اهي. هما دخلوا اهو، يلا واحد ورا التاني هتضربهم. يلا بالسلامة.
وبكده بيكون خلص فيلمنا، ويا رب يكون عجبكم. ما تنسوش اللايك بتاعكم الجميل، وتكتبوا لنا في التعليقات عايزين فيلم ايه. سلام.